يعني ايه الاسماعيليه؟ يعني مانجا طبعا يا بنتي. الاسماعيليه مش بس مانجا، فعلا. عندك كمان السمسميه، من اقدم الالات الموسيقيه اللي عرفتها مصر. هتلاقي آلة شبهها موجوده على جدران المعابد من ايام المصريين القدماء. حلوه قوي، نسمعها بقى واحنا بناكل المانجا. يا بنتي الاسماعيليه مش بس مانجا، الاسماعيليه يعني كوره. نتفرج على الماتش بقى واحنا بناكل مانجا. طب انت عارفه ليه النادي الاسماعيلي اسمه الدراويش؟ ليه؟ علشان زمان كان في اكتر من لعيب من عيله درويش فتسمى الدراويش. طب انت معايا يعني ولا ايه؟ كملي انا معاكي. يا بنتي سيبي المانجا دي بقى واخرجي للاسماعيليه، اقعدي في الجناين، شوفي قناه السويس، او تعالي الحي الفرنساوي، حاجه كده كانك في باريس. هسرح لها شعرها بس واجيلك. يا بنتي الاسماعيليه مش بس مانجا. طب اقول لك تعالي شوفي متحف قناه السويس، وفي قطع اثريه مش موجوده في اي حته في العالم. هايل. هتشوفي تمثال ديليسابس الاصلي اللي كان مشرف على اعمال حفر قناه السويس ايام الخديوي اسماعيل. هو انا هفضل اقولك ان الاسماعيليه مش بس مانجا؟ ده انت هيفوتك اكله سمك وجمبري هتنوري في الضلمه من كتر الفسفور بتاعها. بس بعدها بقى نحلي بالمانجا. كفايه مانجا، ده في مانجا عويس هنا، انما ايه سكر. الا ما تعرفيش هي ليه سموها عويس بالمره يعني؟ ده علشان مره الخديوي اسماعيل وهو بيزور جناين المانجا ده النوع ده وعجبه قوي، فسأل عن اسم صاحب المزرعه فقالوا له انه اسمه عويس، فقرر ان هو يسمي المانجا دي على اسم صاحبها، مانجا عويس. انت عماله تاكلي في مانجا بالصبح، ما تجيبي واحده. ده بعينك، مش الاسماعيليه مش بس مانجا.